الزمالك عنده مباراة يوم السبت الجاي مع ديكي داها في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي. طبعا نادي الزمالك عنده تحدي كبير في كأس أفريقيا. طبعا البطولة دي أعتقد هي اللي هتبقى قدام نادي الزمالك السنة دي. فطبعا لازم اللعيبة يعني يمين شمال تاخدها. هو انتوا ما قدامكوش غير البطولة ديت. يعني اعتقد نادي الزمالك ما قدموش غير البطوله بتاعت كاس افريقيا، لان طبعا حظوظه في الدوري هتبقى صعبه جدا قدام الاهلي وقدام بيراميدز بالحاله اللي ظهر عليها نادي الزمالك. الا اذا لازم نقول الا اذا الزمالك فاق واسترجع القوه بتاعته، وده اعتقد يعني هيبقى صعب شويه. انا بكلمكم طبعا بالنسبه لرؤيه المباريات اللي فاتت. ما انا بقول لك الا اذا لو الزمالك رجع تاني. طبعا البطولة الأفريقية أعتقد هتبقى يعني طوق نجاة لنادي الزمالك في الحالة دي بصراحة، وسط الأزمات وأزمات مالية. وفي أخبار كمان إن اللعيبة هتروح تقدم شكاوي. أنا سمعت الأيام اللي فاتت إن في كذا لعيبة هيروح يقدم شكوى. فنادي الزمالك فعلا الأمور بالنسبة له السنة دي صعبة جدا أعتقد كده. وكأس أفريقيا أعتقد هتبقى يعني مفيش قدامه غيرها، هي وكاس السوبر بصراحة. فأعتقد لازم بقى إيه يستقتلوا على البطولتين دول. سلام.